السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل وصفة حلوة قوي 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 ولذيذة. هما الوصفتين مختلفين عن بعض تماما، بس حلوين جدا جدا جدا. وقبل ما نخش على الفيديو متنسوش ان احنا نصلي على النبي، ويلا بينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. اول حاجة هعملها، عندي خضار طماطم وفلفل الوان وبصل. البصلايه دي هحتاجها النهارده في وصفتين. زي ما قلت لكم النهارده هنعمل وصفتين مختلفين عن بعض، ممكن تعملي كل واحده فيهم في يوم لوحده، بس عشان خاطر انا السجق مش بحبه ومش باكله، فايه عملت الوصفه دي اللي ياكل ده ياكل واللي ياكل ده ياكل. هجيب بقى البصلايه دي، هاخد نصها الاول اخرطه كده شرايح او جوليان، وافرغها كده البصلايه من بعضها. الخضار النهارده الاكلتين اللي هعملهم معاكم دي كده اول وصفه. اخرط كده البصل وهعمل معاه شويه فلفل الوان وطماطم، كل ده هقطعه معاكم دلوقتي. هنعمل تشكيله حلوه كده من الخضار، وكل حاجه هقطعها شرايح. يعني البصل هقطعه شرايح، والفلفل والطماطم كل حاجه هقطعها شرايح. عايزه تضيفي على الوصفه دي بطاطس برضه هتبقى حلوه جدا. لا اله الا الله محمد رسول الله. كل حاجه زي ما انتم شايفين كده بقطعها شرايح اللي هي جوليان. عايز اقطعها حتت صغيره براحتك، عايز اقطعها شرايح براحتك، قطعها الحجم اللي انت عاوزاه. مش هتفرق هنا التقطيع في الوصفه دي، مش هتفرق خالص يعني. بعد ما عملت كده ميكس من الفلفل والبصل، برضو هجيب طماطميتين 3 كده وهقطعهم برضو شرايح. بعد ما قطعت بقى الخضار اللي انا هحتاجه كله، انا بحب اجهز حاجتي كلها مره واحده عشان خاطر لما ابدا تبقى كل حاجه جاهزه قدامي. في طاسه بقى على النار حطيت معلقتين زيت، وممكن تستغني عن الزيت اصلا في الوصفه دي، لان كده كده اصلا السجق بينزل دهون. بس انا حطيت الزيت عشان خاطر برضو يحرك معايا الدنيا، والدنيا تبقى جوسي كده وحلوه. هجيب بقى السجق وزي ما هو كده، انا بس السجقية اللي بحسها كبيرة شوية او طويلة شوية بقسمها بالنص، بس الباقي بسيبه زي ما هو. اللي حجمه كويس بسيبه زي ما هو، ما بقصوش. عايزة برضو تقطعيه مكعبات صغيرة او تقصيه كده حتت صغيرة براحتك، تعمليه سليم براحتك، تعمليه متقطع براحتك. انا عملته مقاسه يكون كويس، ولا هو صغير قوي ولا هو الصباع زي ما هو طويل. حتى الصباع اللي كان بيبقى شكله كويس ما كنتش بقصه، كنت بقص اللي هو الطويل بس. عندي بقى هنا معلقتين الزيت اللي حطيتهم بعد ما سخنوا كويس قوي، هنزل فيهم بالسجق كده وهشوح السجق ده كويس قوي لحد ما ياخد معايا لون. طاجن السجق اللي هنعمله النهارده ده بجد بجد خطير، وجربوها هيعجبكم قوي قوي قوي. وممكن تضيفي عليه بطاطس زي ما قلتلك، اللي يريحك بقى ايه اعمليه، بس هو كده بجد خطير. هسيبه بقى يتشوح لحد ما يبتدي ياخد لون كده زي ما انتوا شايفينه، وهنزل عليه بالبصل وهديله تشويحة لحد ما البصل يدبل.
واول ما البصل بقى يدبل خالص كده مع السجق هروح نازله عليه بقى بميكس الفلفل اللي احنا قطعناه. عايزه تحطي فلفل سبايسي حطي، مش عاوزه براحتك، انا ما حطيتش بصراحه. بس انتي عايزه تحطي كده قرن سبايسي مع الفلفل اللي هو الرومي اللي احنا قطعناه، هيديله تست عالي قوي. هشوح بقى الخضار ده كله مع بعضه لحد برضو ما الفلفل يدبل. ودي بقى الطماطم اللي انا ببشرها دي للوصفه التانية. تمام، يعني انا عايزه طماطم تكون مبشوره او تكون القشر متشال منها، يا اما تقشريها وتقطعيها حتت صغيره، يا اما تبشريها وكده كده القشر هتتشال لوحدها مسافه ما تبشريها يعني. فانا قلت بدل ما لسه هقطع الطماطم وكده فبشرتها واستغنيت عن القشر، لان انا عايزه اقلب الطماطم بس من جوه. فالطماطم اللي احنا بنبشرها دي للوصفه التانية اللي هي اصلا لوحدها وصفه كامله متكامله، مش محتاجه اي حاجه جنبها خالص، يعني مش محتاجه اي حاجه جنبها، هي تتاكل لوحدها كده. بشرت بقى حوالي 3-4 طماطمات كده وسط، لو الطماطم بتاعتي الكبيره هيبقوا طماطميتين كفايه. تمام، وهركنهم بقى على جنب لحد ما انجلهم. عندي بقى السجق والخضار كانوا اتشوحوا مع بعض كويس قوي، هنزل عليهم بقى بالطماطميتين اللي احنا قطعناهم شرايح. وهحط بقى التوابل عباره عن ملح وفلفل اسود وبابريكا، مش هضيف اي حاجه تانية غير كده، هما بس ال3 مكونات دول. وفصين توم في الاخر، يعني فصين التوم دول كده حطيتهم خلاص في الاخر، وعليها معلقه صلصه صغيره خالص. بس يبقى فصين توم ومعلقه صلصه صغيره، والتوابل بتاعتي هتبقى عباره عن ملح وفلفل اسود وبابريكا مش كتير. هظبط الملح وهظبط الفلفل الاسود رشه بسيطه، لان كده كده السجق بيبقى متبهر وتوابله مظبوطه قوي. بس انا بحط التوابل ده عشان الخضار اللي احنا حطيناه، شويه كده صغيرين من الملح وشويه صغيرين من الفلفل الاسود وشويه صغيرين من البابريكا بس. وهديها بقى نص كوبايه ميه، وهسيبها بقى ايه على النار كده حوالي 5 دقايق او 7 دقايق، مش اكتر من كده، تشرب بس كده من بعضها، وهنشوف هنعمل فيها ايه. بعد بقى ما سبتها 7 دقايق كده على النار، كان لسه فيها كده الجوسي شويه قطريه كده، هي ممكن في الوقت ده خلاص تستكفي بيها وسندوتشات بقى وبألف هنا وشفا. خلاص احنا كده خلصناها يعتبر. بس بقى انا حبيت اعلي التست بتاعها شويه، حطيتها كده في طاجن، وهرش عليها شويه جبنه كده من على الوش، ميكس كده من الجبن بقى، اي نوع جبنه عندك حطيه. انا حطيت شويه جبنه موتزاريلا كده على الوش، وهدخلها بقى الفرن ايه 5 دقايق كده في الفرن، تغلي كده وتشرب من بعضها وتاخد كده من طعم الطاجن بيدي الاكل طعم حلو قوي، وتاخد وش كده الجبنه تاخد وش بس. يعني هو كده يقعد بس 5 دقايق في الفرن. هنجي بقى للوصفه التانية، هحط كده معلقه سمنه بلدي حلوه كبيره، او ممكن زيت زيتون، ممكن زيت نباتي، اي ماده دهنيه بتستخدميها تقدري تحطيها في الوصفه دي. وعندي بطاطسيتين متقطعين مكعبات، المكعبات تكون كبيره شويه عشان تستحمل معاكي التشويح والسوى. تمام، وهشوح بقى البطاطس دي كويس قوي بملح وفلفل اسود وبابريكا بس، مش هضيف اي بهارات تانية غير كده. وهشوح فيهم البطاطس كويس قوي مع السمنه البلدي. هديها كده معلقه صغيره من البابريكا، نص معلقه من الفلفل الاسود والملح، ورشه كمون صغيره قوي مش كتير، يعني حوالي ربع معلقه كمون. هشوح بقى البطاطس دي كويس قوي، وهديها نص كوبايه ميه، وهسيبها تستوي فيها نص سوا. انا هسيب البطاطس تشرب نص كوبايه الميه اللي احنا حطيناها دي، هو اصلا اقل من نص كوبايه، حوالي ربع كوبايه ميه بس. هسيبها بقى تشربها، على ما تشربها هنعمل شويه رز ابيض كده عشان خاطر السجق يعني اللي هياكل سجق بقى على شويه رز ابيض كده. هنعمل شويه رز ابيض، وده اختياري، يعني هو الاكل اصلا الاتنين محتاجين بس كده سندوتشات، شويه مخلل وطحينه وبألف هنا وشفا، مش محتاجين رز خالص. بس هو بقى الطلب بقى
وهنعمل شويه رز كده ابيض صغيرين خالص مش كتير، هو بس معلقه سمنه بلدي، وغسلت الرز وهشوح الرز مع السمنه والملح. واول ما يتشوحوا كويس قوي هنزل عليهم بالميه واسيبه لحد ما يتشرب. لما يتشرب هوطي عليه يكمل سوا وخلاص الرز خلص. مفيش اسهل من الرز الابيض ده اصلا. احنا عاملين الرز ده عشان طاجن السجق، ملناش دعوه بيه خالص. احنا الوصفه التانية اللي بنعملها دي لوحدها كده مش محتاجه اي حاجه غير رغيف عيش بلدي اللي هو بالرده وشويه مخلل وشكرا، مش محتاجه اي حاجه جنبها تاني. بعد ما البطاطس استوت نص سوا حطيت عليها قرن فلفل سبايسي كده، وبقيه البصلايه اللي احنا حطيناها على السجق نص البصلايه التانية قطعته مكعبات صغيره وحطيته، وهديهم تشويحه كده حلوه مع بعض. بعد ما يتشوحوا هنزل عليهم بقى بالطماطميتين اللي احنا بشرناهم دول، واحط عليهم معلقه صلصه كده حلوه كبيره عشان خاطر اللون. وهسيبها بقى 5 دقايق كده يتشربوا من بعض وتتسبك كويس قوي على نار هاديه. وممكن بقى في الوقت ده تمام ترش عليها شويه جبنه موتزاريلا كده، تسيح الجبنه وبألف هنا وشفا، مش محتاجه اي حاجه. بس انا حبيت ان انا اعلي القيمه الغذائيه بتاعتها واديها كده تستي واديها في حته تانية. هروح جايبه بيضتين كده عامله لهم مفرغه لهم مكان كده في الطاسه، وهبتدي بقى ان انا افتح البيض لان انا مش عايزه البيض بيور، مش عايزاه يكون ني. فتحت البيض كده وهديه رشه فلفل اسود بس، وهغطيه وهسيبه دقيقتين قبل ما نحط الجبنه. وما تقلقيش البيض هيستوي وهيبقى تمام قوي وهيطلع مظبوط، مش هيطلع ني ولا حاجه. ولو انت حابه بيور وحابه يكون لسه فيه بيض كده ما يكونش استوى قوي، ما في الوقت ده حطي الجبن تسيح واطفي عليه. لكن عايزاه يستوي سيبيه دقيقتين وبعد كده حطي على وشه الجبن بس. هنا بقى عندي البيض كان بدأ خلاص ان هو يستوي، هبتدي بقى ارش عليه شويه جبن كده حلوين، ميكس من الجبن بقى الشيدر والموتزاريلا والرومي كده على الوش بس. وهي كده بقت تمام قوي. هسيبها بس كده، البطاطس كانت استوت والبيض خلاص كان داخل على السوا. شويه الجبن دول بقى كده مع التطشايه الاخيره دي اللي هتودي الطعم في حته تانية وتخليكي تحسي كده ان انتي بتاكلي بيتزا مش بتاكلي بطاطس خالص. شويه الزعتر، رشه زعتر بقى على الوش وغطيها، سيبيها دقيقتين 3 كده بس الجبنه تسيح، وشمي بقى الريحه وكل الطعم وبألف هنا وشفا. مش محتاجه اي حاجه جنبها تاني اصلا، هي كفايه قوي كده مع لوحدها كده تمام. بس خلاص بقى كانت الجبنه ساحت والريحه كانت قلبة الدنيا وطعمها بجد خطير، جربوها تعجبكم قوي. شفتوا نقطه الجبنه حلوه قوي. بس وده كده كان الفيديو بتاعنا النهارده، ودي الوصفات اللي احنا عملناها. عملنا طاجن سجق هوريهولكوا دلوقتي خطير، رز مفلفل وحلو قوي، وطاجن السجق خطير خطير بجد برضو، نقطه الجبنه فيه حلوه. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، متنسوش تعملوا شير للفيديو، سبسكرايب للقناه، واشوفكم في فيديو جديد على خير باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.